زهقتوا بقى من طرق الفراخ المشوية التقليدية اللي انتوا بتعملوها كل مرة؟ طب تعالوا جربوا الوصفة القمر دي. هعمل لكم النهاردة الغدا في صينية واحدة، في صينية واحدة يا جماعة، صدقوني. الرز والخضار والفراخ مع بعض كده هتحطيهم، وفي الفرن على طول هتسويهم من غير اي مشكلة. حط لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. تعالوا بقى نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده، معايا بصلتين وطماطمتين ومعايا فلفلايه واربع او خمس فصوص من الثوم. كل الكلام ده هضربه في الكبه وهنعمه خالص. انا عايزاهم بص ناعم ناعم خالص، تمام. انا مش هحط معاهم اي سوائل، لان كل الحاجات دي هتطلع السوائل بتاعتها. الفلفل الالوان يا جماعه لو عايزين تستبدلوه بفلفل حامي كمان، او لو عايزين تضيفوا فلفل حامي تمام. لو ما عندكوش فلفل الوان حطوا فلفل رومي اللي هو الاخضر، تمام كده. انا ما كانش عندي فلفل رومي، حطيت فلفل الوان اللي هو الاصفر. يعني اي فلفل مش هيقول لا. بعد كده يا حبايبي بحط التوابل بقى. بحط هنا معلقه كبيره من توابل الفراخ، بنزل معلقه صغيره من الفلفل، وبنزل كمان معلقه صغيره من الثوم البودره، وبنزل كمان على الثوم البودره معلقه صغيره من البصل البودره. كل التوابل اللي انا هحطها النهارده هتنقل لكم الفراخ في مكان تاني خالص، تمام. هنزل كمان معلقه صغيره من البابريكا، تمام. هنزل معلقه صغيره من الكزبره، تمام. كل الحاجات اللي انا حطيتها دي اساسيه يا جماعه. الحاجات بقى اللي مش اساسيه ممكن تستغنوا عن الكركم. حطيت معلقه صغيره من الكركم، وحطيت معلقه صغيره من الزعتر، وحطيت كمان معلقه صغيره من الكاري. والكاري يا ريت يكون عندك، يعني لو مش عندك مش مهم برضو. بقى بعصر بقى ليمونتين كده، زي ما انتم شايفين كده، ليمونتين فريش كده، او ليمونه، تمام. بس يعني تضربي الحاجات الاول كده اللي انا قلتلك عليها في الكبه، بعد كده بتحطي الحاجات دي كده عليها، تمام. بنزل بقى، وهتدي طعم حلو قوي، معلقه كبيره من الكاتشب. وعلى الكاتشب هنزل معلقه صغيره من الملح. بلاش تكتروا الملح عشان الفراخ ما تحدقش معاكم، لان التوابل دي بتدي طعم حلو قوي للفراخ مع الملح، مع معلقه الملح الصغيره. بنزل بقى هنا من معلقه لمعلقه ونص كده من دبس الرمان، وهنزل معلقه من الخل، تمام. بقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقه سهله وبسيطه لغايه كده، مفيش اي مشكله، تمام. هعمل لكم بجد النهارده فراخ هتاكلوا صوابعكم وراها، يعني مش فراخ بس، وجبه كده كامله متكامله لاي حد كسلان يجي بقى يعمل الوصفه دي. بس وبكده خلاص خلصنا الصوص اللي احنا هنحطه على الفراخ، تمام. الفراخ يا جماعه لازم تتغسل كويس، اهتموا قوي بغسيل الفراخ. دقيق، ليمون، وملح، وطبعا معلقه طحينه. هتجيبوا كل الكلام ده وتدعكوا بيها الفراخ كويس جدا كده لمده دقيقه كده، وبعد كده تشطفوها كويس جدا. هتبقى معاكم زي القشطه كده، ولا هيبقى فيها سنه زفاره، تمام كده. اي طبعا لحوم بقى، اي بتاع ده طيور بقى، اعملوا فيها كده، حمام بقى، بط، فراخ، اي حاجه اعملوها بنفس الطريقه دي. بعد كده بناخد بقى التتبيله بتاعتنا اللي احنا جهزناها، وبندي بقى الفرخه شاور كده. ويا ريت تدوها شاور كويس بالتتبيله، وتدخلوا التتبيله بين الجلد واللحم من عند الصدر عشان تشرب التتبيله من جوه، وتحطوا كمان في الفرخه من جوه، تمام. بعد كده حبايبي بتسيبوها بقى لمده يوم في التلاجة، يعني من بالليل مثلا للصبح هتعمليها على الغدا. يعني لو عايزه تعمليها في نفس اليوم، انا يعني ممكن ساعتين، تمام، بحيث ان هي بس تقعد في التتبيله شويه، تمام. زي ما انتم شايفين كده انا طلعتها من تاني يوم. كانت بصراحه بقت يعني واخده بقى طعم التتبيله كويس جدا. بتجيبي بقى معلقه من الزبده وبتحطيها ما بين الجلد واللحم من عند الصدر، زي ما انتم شايفين كده. بصوا، معلقه من الزبده دي هتنقل الفراخ في مكان تاني خالص. الناحيه التانية برضو بفتح برضو ما بين الجلد واللحم كده، وحط بقى معلقه الزبده، وبحط كمان معلقه من الزبده جوه في الفرخ من جوه، تمام. زي ما حطيتي التتبيله جوه في الفرخه وبين الجلد والصدر، دخلي كمان معلقه من الزبده. لما بتخش الفرن يا جماعه وتستوي في الاخر بتدي طعم تحفه. انا عارفه ان الفراخ بتطلع البهاريز بتاعتها وكل حاجه، بس معلقه الزبده دي بتفرق جدا، تمام. بتنفضيها بقى من فوق كده من كل بقى الحاجات اللي فيها دي. بعد كده حبايبي بتجيبي الصينيه بتاعتك
اي صينيه بقى مدوره طويله بايركس عاديه المونيا اي حاجه. تمام. بتجيبيها بعد كده، بتجيبي بقى اللي هو الورق الالمونيا بتاع الورق اللي هو الحراري ده بتاع الاكل. بتروحي لبتاع العطار او اي حد بتاع ادوات مطبخ يعني، بيبقى شكله كده. وريتك شكله عشان برضو تبقي عارفاه. خدي سكرين شوت ووريهوله على طول، هو هيعرف. تمام. بص بقى عشان الموبايل ما صورش الحته دي. تمام. هتجيبوا كوبايتين من الرز البسمتي، بتحطوه كده في تحت كده في الكيس. بعد كده بتحطوا عليه معلقه كبيره من السمنه البلدي، وبتنزلوا كيس من التوابل دي اللي هي الفوريه دي بتاعت ماجي، وبتنزلوا معلقه كبيره من بهارات الكبسه. بتقلبي بقى الرز مع كل الكلام ده، وبتنزلي كوبايه ونص من الميه المغليه، تكوني غلياها في الكتل. تمام. بتحطي كل الكلام ده على الرز وتقلبيه بقى كويس. تمام. بعد كده حبايبي بتجيبوا بقى الخضار بتاعي. انا مجهزه هنا خضار، بطاطس وطماطم وجزر وكوسه. اي خضار عايزه تحطيه بقى حطيه، اي حاجه عندك في التلاجة حطيها. تمام. زي ما قلت لكم التزموا بس باللي انا قلت لكم عليه. كوبايتين من الرز البسمتي، عليهم كوبايه ونص من الميه المغليه. تمام. ومرقه دجاج فوريه اللي هي البودره دي، ومعلقه كبيره من بهارات الكبسه على الرز وتقلبي، ومعلقه كبيره من السمنه البلدي. بتقلبي الرز كويس. بعد كده بتجيبي بقى، انا كنت مبقيه شويه من التوابل بتاعه الفراخ، حطيتها على الخضار عشان برضو تطعم الخضار وتخليه بقى ايه طعمه حلو كده. يعني يبقى متبل كده من توابل الفراخ. تمام. بنزل بقى الخضار بتاعي على الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني طبقه الرز طبقه الخضار، وهنزل بقى فوقيهم الفرخه بتاعتي. تمام. لو عايزين طبعا تقطعوا الفرخه طبعا قطع، 4 قطع اللي انتوا عايزين تحطوها كامله زي ما انا حطيتها كده، مش هيحصل اي حاجه، كده كده هتستوي، هتطلع زي الزبده. بصي يا حبايبي، بعد كده حبايبي بتجيبوا بقى كيس وبتقفلوه، يعني بتضغطوا عليه كده طبعا عشان بس ايه الخضار يتفرد على الرز كده، والفرخه كده ايه تتظبط. بعد كده بجيب معايا بقى اللي في على فكره مع الاكياس دي، يعني بص هوريهولكم مشبك كده زي ده. تمام. ده بتلفوا الكيس كويس جدا. بعد كده بتجيبوا المشبك بتاعكوا ده اللي هو مع الكيس اصلا، كل كيس مع واحد زي ده. تمام. بتحطيه كده وبتلفيه، انا مش عايزه اجري الفيديو ولا اي حاجه عشان تعرفوا ازاي بتتعمل. تمام. بتحطيه وبتقعدي تلفي كده عشان تقفلي على الكيس كده كويس جدا بالشكل ده. بصوا، وبعدين بتدخلوا بقيته في الصينيه من الجنب. تمام. بعد كده حبايبي بتكوني قايده الفرن طبعا على درجه حراره 180 يسخن، قبلها كده ب10 دقايق او ربع ساعه. بعد كده بتجيبي سكينه كده ليها بوز، بتفتحي بقى 3 فتحات من فوق كده. ليه؟ عشان لما تدخلي الصينيه بتاعتك الكيس ما يفرقعش في الفرن. لازم تفتحي الفتحات دي عشان الكيس لما الحاجات تستوي جوه تطلع بقى ايه شويه بخار كده عشان الكيس ما يفرقعش. بتجيبي كوبايه كبيره من الميه السخنه مغليها في الكتل، ومعلقه كبيره من الخل في الصينيه، عشان الصينيه بس ما تغمقش معايا ولا يحصل لها حاجه. تمام. والبخار بتاع الميه بقى طبعا في الفرن هيسوي بقى ايه، هيساعد في السوا بتاع الرز والفراخ. بتدخليها بقى اول ساعه على درجه حراره عاليه، اول ساعه في الفرن على درجه حراره عاليه. بعدين كده بتوطي الحراره، بتخليها نص ساعه. تمام. التزموا بكل حاجه بقولها عشان تطلع معاكم مستويه يا جماعه، والرز كده مستوي والفراخ مستويه وكله تمام. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، حاجه كده تحفه تحفه تحفه. الرز مستوي، الخضار مستوي، الفرخه مستويه، كل حاجه طالعه 10/10. لو انتي كسلانه بقى ومش قادره بقى تعملي كل حاجه لوحدها، لسه هعمل خضار، لسه هعمل رز، لسه هعمل فراخ، لا لا لا، انسي الكلام ده بقى كده واركنيه على جنب، واعملي الوصفه دي كله كده في صينيه واحده، وحطي على طول في الفرن وسويها. عايزه اقولك الفراخ من جوه زي الزبده، وواخده من بره طبقه مقرمشه كده بتاعه الشوي الفراخ، حاجه تحفه. لو عايزين تحطوا فحمايه، تحطوا كده ورق ألمونيا وتحطوا تولعوا فحمايه وتحطوا على الفحمايه زيت وتغطوها، هتاخد طعم الشوي كمان، تبقى تجنن. بس انا ما كانش عندي فحم عشان اعمل الحركه دي. بصوا بقى من الصدور من جوه زي الزبده، مستويه وطريه،
ومن جوه ومن بره واخده الطبقه اللي انتوا شايفينها دي، بتدوب في البق حرفيا يا جماعه. والرز والله مستوي 10/10. جربوها وان شاء الله هتدعولي من جمالها. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديده. بحبكم قوي، استنوني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد، ومع السلامه وباي باي.